البارح كنت جالس في القهوة، واحد القهوة شعبية بسيطة، الطابلات قدام بعضياتهم، صوت الماتش من بعيد، ريحة القهوة والدخان ديال الكارو، وكان حدايا جوج ديال الرجال كيهضروا. واحد فيهم باين عليه خدام مزيان، لابس نقي، تليفون غالي، وساعة كتبان غالية حتى هي. والآخر هذيك النوع ديال الناس اللي التعب باين في وجههم، كيضحك ولكن عينيه فيهم واحد الإرهاق. الأول كيقول: خويا، هاد الهضرة ديال الاستثمار غير كذوب، إلا ما كانش عندك راس مال كبير عمرك توصل لشي حاجة. والتاني هز راسو وقال: يعني شحال خاص الواحد يكون عنده باش يبدا؟ جاوبوا بكل ثقة: على الأقل خاصك الملايين، أما 500 درهم 1000 درهم هادو ما يديروا والو. ومن بعد رجع يشرب القهوة ديالو بحال إلا قال حقيقة مطلقة. ولكن المشكل أن بزاف ديال الناس كيآمنوا بهاد الهضرة، وهاد الشي هو اللي كيخليهم يبقاو واقفين في بلاصتهم سنين. اسمعني مزيان، أخطر فكرة تقدر تدخل لعقلك هي أنك خاصك تكون غني باش تبدأ تستثمر، حيث الحقيقة عكس هاد الشي كامل. الناس اللي كيوصلوا لواحد الراحة المالية حقيقية بزاف منهم ما بداوش بمبالغ كبيرة، بداو بحاجة صغيرة، ولكن بداو بكري وخلاو الوقت يخدم ليهم. وهاد الوقت هو الحاجة اللي أغلب الناس ما فاهمينش القيمة ديالها، حيث الإنسان بطبعه كيبغي يشوف النتيجة بسرعة، كيبغي يحط الفلوس اليوم وغدا يشوف الفرق، إلا ما شاف والو كيحبس. ولكن الاستثمار الحقيقي ماشي بحال القمار، ماشي ضربة وحدة، هو لعبة طويلة ولعبة الصبر. ودابا بغيتك تنسى كل شي سمعتيه على الربح السريع، ونبداو نحسبوها بالعقل. تخيل معايا واحد الشخص سميتو أمين. أمين عنده 24 عام، ماشي غني، ما عندوش مشروع خارق ولا صالير كبير، خدام وكيدخل تقريبا 7000 درهم في الشهر، بحال بزاف ديال الشباب. ولكن أمين عنده واحد القرار صغير، قرر يحيد 1000 درهم كل شهر، ماشي باش يشري بيهم تليفون جديد ولا يخرجهم في شي ويكاند، لا، قرر يستثمرهم. دابا ممكن كتقول 1000 درهم؟ واش هادو يقدروا يديروا شي حاجة؟ هنا بالضبط كيبدا الفرق بين العقلية اللي كتكبر والعقلية اللي كتبقى حابسة، حيث أغلب الناس كيشوفوا 1000 درهم بوحدها، ولكن الناس اللي فاهمين كيشوفوا 1000 درهم في الوقت. وهنا كيبدا السحر الحقيقي. دابا السؤال المهم: فين غادي يستثمر أمين هاد الفلوس؟ واش يشري كريبتو؟ واش يدخل يغامر؟ واش يتبع هذاك اللي كيوعد الناس يضاعف ليهم الفلوس؟ لا، حيت هاد شي كامل كيبان مثير، ولكن أغلبه ضوضاء. أمين اختار حاجة بسيطة بزاف: ان اندكس فاند. ولا أول مرة تسمع بهاد الكلمة، اسمعني مزيان حيت هادي مهمة بزاف. تخيل معايا السوق بحال بطولة كرة، كاينين شركات كبار: أبل، مايكروسوفت، جوجل، أمازون، وكل شركة ممكن تطلع وممكن تطيح. دابا أغلب الناس كيجيو يختاروا شركة وحدة ويراهنوا عليها، بحال إلا راهنت على فريق واحد. ولكن إندكس فوند كيقول لك علاش تراهن على فريق واحد إلا تقدر تشري البطولة كاملة. بمعنى كتحط فلوسك في صندوق فيه بزاف ديال الشركات مع بعضياتهم، يعني إلا طاحت وحدة الباقي يقدر يعوض. وهذا الشيء علاش بزاف ديال المستثمرين الكبار كيستعملوا هذه الطريقة، حيت بسيطة وما كتحتاج تكون عبقري. وكاين حتى ETF اللي هو تقريبا نفس الفكرة، غير الفرق أنه ETF تقدر تشريه وتبيعه بسهولة بحال السهم. ولكن بالنسبة لك دابا الأهم تفهم الفكرة الأساسية. انت ماشي خاصك تعرف شكون غادي يربح في السوق، انت غير خاصك تكون داخل السوق وتخلي الوقت يخدم ليك. دابا نرجعوا لأمين. أمين بدا كيستثمر 1000 درهم كل شهر، كل شهر بلا تقطع، بلا فلسفة زايدة. والسوق كيعطي في المتوسط تقريبا 8% في السنة. دابا شنو وقع بعد أول عام؟ تقريبا عنده 12500 درهم،
ماشي شي رقم خيالي. وهنا المشكل اللي كيطيحوا فيه الناس، كيبداو ومن بعد عام كيقول لك واش هادشي كامل غير على 12,000 درهم، وكيحبسوا. حيت العقل البشري كيحتقر النتائج الصغيرة، ولكن اللي ما فهموش هو أن البداية ديال أي حاجة كبيرة كتبان صغيرة. شجرة كبيرة بدات ببذرة، ثروة كبيرة بدات بمبلغ صغير. المشكل هو أن الناس باغيين الشجرة ولكن ما باغيينش يسقيو البذرة. دازو 5 سنين، أمين بقى مستمر. صحابو بدلوا الطوموبيلات، شي وحدين شراو تليفونات غاليين، شي وحدين صرفوا فلوسهم في السفريات والمظاهر، وأمين ما بانش عليه شي فرق كبير. وهنا الناس كيغلطوا، حيت الاستثمار الحقيقي كيخدم في السكات، ما كيصرخش، ما كيبانش من برا، ولكن من الداخل كاين تراكم خطير كيبدا يتبنى. من بعد 5 سنين أمين استثمر تقريبا 60,000 درهم، ولكن الحساب ديالو ولا فيه تقريبا 73,000 درهم. يعني الفلوس بدات كتولد الفلوس. وهنا كتبدا لعبة جديدة. في الأول انت اللي كتخدم على الفلوس، ومن بعد مدة الفلوس كتبدا تخدم عليك. وهذا هو الفرق الحقيقي بين الناس اللي كيبقاو عالقين والناس اللي كيتقدموا. ولكن دابا بغيتك تركز معايا مزيان، حيت الصدمة الحقيقية مازال ما جاتش. من بعد 10 سنين أمين وصل ل 34 عام تقريبا، رقم استثمر 120,000 درهم، ولكن الحساب ديالو قرب ل 180,000 درهم. وقف هنا، هو حط 120,000، ولكن الوقت زاد ليه تقريبا 60,000 بلا ما يخدم عليهم. وهنا كتبدا تفهم قوة الفائدة المركبة. الفائدة المركبة هي أنك كتربح على الفلوس اللي ربحتيهم قبل، بحال كرة ديال التلج، في الأول صغيرة وكتبان ضعيفة، ولكن كل ما هبطات من الجبل كتكبر بسرعة. وهذا الشيء بالضبط اللي كيوقع في الاستثمار. المشكل أن أغلب الناس ما كيعطيوش الوقت فرصة يخدم ليهم، كيبداو اليوم ويبغينوا النتيجة في شهر، وهذا مستحيل. الناس اللي كيبانوا بحال لا محدودين بعد 15 عام غالبا بداو قبل 15 عام، في الوقت اللي الناس الاخرين كانوا كيتسناو. ودابا بغيتك تخيل حاجة مهمة. تخيل جوج ديال الناس، الأول بدا الاستثمار في عمر 24 عام، والثاني قال مازال عندي الوقت وبدا في عمر 34 عام. بجوج كيستثمرون نفس المبلغ. واش عارف شكون غادي يربح أكتر؟ الأول، بفارق مرعب. ماشي حيت أذكى ولا خدام كتر، غير حيت عطى الوقت فرصة أطول يخدم ليه. وهذا هو السر اللي بزاف ديال الناس ما فاهمينوش. الوقت أقوى من المبلغ. دابا غادي نعطيك مثال كيخلع شوية. إلى أمين بقى غير مستمر 1000 درهم كل شهر 30 عام، غير 1000 درهم، الحساب ديالو يقدر يوصل تقريبا ل1,400,000 درهم. وقف، 1,400,000 درهم، ماشي حيت ربح اللوطو ولا دار ضربة، غير حيت دار واحد الحاجة بسيطة وبقى مستمر عليها. وهنا غادي نكون قاسح شوية. أغلب الناس يقدروا يديروا هادشي، ولكن ما غيديروهش. علاش؟ حيت المجتمع علم الناس الاستهلاك ماشي البناك. كيعلمك كيفاش تبان لاباس عليك، ماشي كيفاش تولي مرتاح بالصح. أول ما كيتزاد الصالير كيبدا الصرف، طوموبيل، تليفون، خرجات، ماركات، وكيقول مع راسو من حقي نعيش. أكيد من حقك تعيش، ولكن المشكل إلا صرفتي كل شي اليوم غدا شكون غادي يعاونك؟ كاين واحد الحاجة خطيرة بزاف سميتها لايف ستايل انفليشن، يعني كل ما تزاد دخلك كتزاد مصاريفك. وهنا كيبقى الإنسان خدام طول حياته حتى إلا كان الصالير طالع، حيت المستوى ديال العيش كيطارد الدخل ديالو. وأخطر حاجة، كيبان من برا ناجح ولكن من الداخل صفر. أمين دار العكس، كل ما تزاد الدخل ديالو زاد الاستثمار، وهنا الفرق بدا كيكبر كل عام. من بعد مدة الاستثمار الشهري ما بقاش 1000 درهم ولا 1500، من بعد 2000، والحساب بدا كيكبر أسرع.
حيث الفائدة المركبة كتحب الوقت وكتحب الاستمرارية. دابا ممكن تسول واش السوق ما كيطيحش؟ أكيد كيطيح، كاينين أوقات السوق كينزل، وهاد اللحظات بالضبط هي اللي كتخلع الناس، كيشوفوا الحساب هبط وكيبيعوا بخسارة. ولكن المستثمر اللي فاهم كيعرف باللي السوق كيطلع ويهبط، ولكن على المدى البعيد التاريخ كامل كيبين أن السوق كينمو. وهنا كاين واحد الفرق مهم، المقامر كيخاف من الهبوط، أما المستثمر كيشوف الهبوط فرصة. هادشي علاش الانضباط مهم أكتر من الذكاء. ما خاصكش تكون جينيوس، خاصك غير ما تحبسش، حيث أكبر عدو للاستثمار ماشي السوق، أكبر عدو هو النفس البشرية، الخوف، الطمع، الاستعجال. إلا وصلتي لهنا راك عارف باللي هاد الكلام فيك. دير لايك وكتب في الكومنت، غادي نبدل، وخلي العائلة تكبر.